والرسول هنا قال لنا حديث حلو جدا عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. وانت بتعمل سكرول دلوقتي أكيد شفت الفيديو بتاعي بالصدفة، شوف الفيديو وبعدين ارجع كمل سكرول تاني. ركز معايا علشان أول ما هشيل الأفكار دي من دماغك هتبقى عايش في الروقان على طول، مش محتاج تبص على غيرك وتركز معاه علشان تبقى احسن منه، ولا علشان تقلده وتبقى كوبي منه. لو عندك سلوك في اتجاه انك بتقارن نفسك دايما بغيرك وشايفهم ان هم احسن منك، وان انت حاسس باحباط في نفسك وحقد وغيره منهم، فانت محتاج تقف هنا شويه وتبص على الجانب ده وتعدله. ولو انت في اتجاه تاني خالص، انا ببص عليهم بس علشان اتعلم منهم واستفيد واطور من نفسي، فانت كده في الطريق السليم. حاجه مهمه لازم تكون عارفها، ان ربنا لما قسم الارزاق فضل بعضنا على بعض، وده لحكمه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فاحنا واجب علينا ان احنا نقتنع باسمة ربنا لينا ونرضى باللي هو اداهولنا، وعادي نسعى ونجتهد ان احنا نوصل للافضل، بس من غير ما نتاثر باللي عند غيرنا. وخد بالك بقى من الحته دي قوي، علشان كل ما حبيت الخير لغيرك فانت كده بتحقق شرط من شروط الايمان. الرسول هنا قال لنا حديث حلو جدا عليه افضل الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه كما يحب لنفسه. حب الخير للغير ومساعدتك ليهم هتخليك دايما شخص متفوق ومتميز. ومش بس كده، لا، انشغالك كله بنفسك وبتركيزك على ذاتك وبتركيزك على امكانياتك وقدراتك. شيل دايما فكره المقارنات دي من دماغك، وانك شايف دايما اللي حواليك احسن منك. اما بقى الحاجه الوحيده اللي مسموح لك انك تنافس فيها غيرك هو الامور الدينيه. تخيل بقى لما ذهنك يكون صافي وبالك رايق ومش شاغل دايما بالك باي حد خالص حواليك، كل انشغالك بنفسك، تركيزك على شغلك وعلى اهدافك، صدقني هتعيش في راحه نفسيه، هتلاقي نفسك مرتاح ومطمن وقلبك صافي.